يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة. ما هو الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الحدادية في الجرح والتعديل؟ الحدادية ليسوا من أهل العلم حتى يقال إن لهم منهج في الجرح والتعديل، فما في باب يدخل منه المقارنة بينهم وبين أهل العلم، ولكن هؤلاء أصحاب هوى وكذب للأسف. أما أهل العلم فإنهم يردون على المخالف والمخطئ، والمخالف والمخطئ عندهم على قسمين: إما أن يكون من أهل السنة وأخطأ فإنهم ينظرون إلى عذره في خطئه ويردون خطأه ولا يتزيدون، ويحفظون لعلماء الإسلام منزلته ويوقرونهم ويبجلونهم ويستغفرون لهم ويترحمون عليهم ليحافظوا على مكانتهم الجليلة في قلوب عامة المسلمين. هذا حال العلماء. أما هؤلاء فحالهم حال أهل الجهل والكذب والهوى. فأول ما سمعنا منهم قالوا الألباني رحمه الله في عام 1412 قالوا رافضي سمعته أذناي، وحصل بيني وبين من تولى كبر هذه الكلمة في 412 و13 كلام كثير. الألباني رافضي، سمعتموه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتم مذهب الروافض عنده، هذا أنا سمعته ومسجل في بعض أشرطتهم القديمة في 412 و13 و14 لما تفاقم أمرهم تكلم فيهم. أول من سجل فيهم كلاما مسجلا محدثكم في مدينة الدمام، ثم في الوقت نفسه مسجلا شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى في جدة، فكنت أنا في البحر في الشرقية وهو في البحر في الغربية، ما بيننا إلا ليلة واحدة، في شريطين مسجلين. ثم شيخنا الشيخ ربيع كتب فيهم بعد ذلك كتابة، وفي ذلك الحين بدأت فتنتهم تزداد، فقال الشيخ لعلك تصبر عليهم يا شيخ محمد، ونحن نحاول فيهم. قلت يا شيخ لو سئلت عنهم والله هذا آخر ما عندي، لا أصبر عليهم أبدا، لأن شرهم قد زاد وشرق وغرب، ولا عمل لهم الذين تزعموا هذه الفتنة في ذلكم الحين كفريد ومحمد فضل وأبو وداعة اللي معهم وجماعة طائفة، إلا التنقل في المدن بهذا الباطل. لو أنهم في مكان ساكتين يهون ما أن ينشروا الشر، فحصل الكلام وزاد شرهم، وحصل من العلماء لهم في ذلك الحين ما حصل وردوا عليهم. بل قال أحدهم في الطائف إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه جاهل بالسنة، بكتب السنة، جاهل بكتب السنة، كل دروس الشيخ في كتب السنة. طيب إيش السبب؟ سئل عن الكتاب الفلاني في السنة قال أنا ما أعرفه، يعني جزء صغير مما كتبه الأئمة الأقدمون. هذا يدل على صدقه وورعه ولا يطعن به فيه؟ يدل على صدقه وورعه، ثم ما ينقصه هذا. إذا قال ما أعلم هذا رفعه له، ما هو مثلكم أيها الكذابون. لو أراد أن يتزيد ويقول أعلمه هل يستطيع أحد يكذبه؟ ما أحد يستطيع. شيخ الإسلام في هذا الزمن لكنه يراقب الله جل وعلا. سألوه عن كتاب في مسجده في الطائف قال ما أعرفه، من كتب السنن الأجزاء الصغيرة هذه، نسيت ما هو الكتاب الآن، وإلا والله لو أتذكر لا أذكره لكم. فقال ما أعرفه، فقالوا جاهل بكتب السنة، هذا الشيخ بن باز. والثاني يقول الشيخ محمد بن عثيمين ما هو على طريقة علماء السنة والحديث، ما شاء الله، على طريقة من؟ أهل البدع والرأي. والأول كما سمعتم الألباني إيش؟ رافضي، ثم بعد ذلك انقلب فرجع مرجي، صار الألباني مرجي. ليش مرجي؟ قالوا لأنه ما يكفر تارك الصلاة. تارك الصلاة اختلف فيه، هل هو كافر كفر ناقل عن الملة أو غير ناقل عن الملة؟ أهل العلم مالك لا يكفره، والشافعي لا يكفره، وأبو حنيفة لا يكفره، والمذهب عند الحنابلة لا يكفرونه، وهو اختيار ابن قدامة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. محمد بن عبد الوهاب لا يكفره كفرا ناقلا عن الملة. طيب ليش ما يصيرون هؤلاء أيضا مرجئة؟ ليش؟ أنا الذي أعتقده وأدين الله به الرواية الأخرى، القول الثاني أنه يكفر كفرا ناقلا عن الملة، لكن اللي ما يكفر أقول عنه مرجي، هذا سفه وجهل. هؤلاء لا يعرفون لعالم حقه لأنهم ليسوا من أهل العلم، ففرق بينهم وبين أهل العلم. فأهل العلم إذا ردوا على من أخطأ من علماء السنة حافظوا له إيش؟ منزلته. الليث يرد على مالك يقول أنا عددت على مالك 137 مسألة خالف فيها صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرسل له ببعيرين من مصر هدايا حمل إلى مالك ويترحم عليه ومالك يترحم عليه. هذا حفظ أهل السنة وعلماء أهل السنة لبعضهم البعض ولمقام بعضهم بعضا. أما هؤلاء فيرون
خطأ لعالم وأحيانا لا يكون خطأ، لكن كما سيأتي معنا هم يفهمون أن هذا خطأ فيسقطون العالم أو يحاولون إسقاطه تماما. والله وبالله وتالله الذي أنفاسي تطلع وتنزل بأمره وبيده جل وعلا إن أول من شهر هذا المذهب الخبيث في مجلس الشيخ ربيع يقول ابن تيمية مخالف للإجماع، ناقض للإجماع ومخالف لمذهب السلف في مسألة من المسائل ذكرت ونحن حاضرون عند الشيخ. فقال له الشيخ ربيع في ماذا نقض الإجماع؟ قال في ترحمه على أبي حنيفة وهو من أهل البدع. غضب الشيخ عليه تكلم وقال له فين الإجماع؟ صحيح انتقد على أبي حنيفة لكن هذا فلان كذا وهذا فلان كذا وهذا فلان كذا، وذكر من أثنى على أبي حنيفة، والعلماء لا يخفى عليهم الكلام في أبي حنيفة معروف فيه رحمه الله. طيب فرغ من الكلام عليه، قال له ابن تيمية ما يعرف هذه الأشياء، وانتهره انتهارا شديدا. فقام الآخر الثاني ونحن مع الشيخ في المجلس وكنا نتعشى، فقال وأنا أقول بمثل ما قال به أبو عبيدة. فغضب الشيخ ربيع عليه وقال له نعم، وانت هز راسك مثل الثور وقل نحن كما يقول أبو عبيدة. أنت بعد وش عندك؟ تدرون ماذا قال له؟ قال له عندي أنك لما درسنا عليك في صحيح مسلم ما حذرتنا من النووي، فوقعنا في مذهب القدرية حينما درسنا في شرحه على مسلم. قال له ما شاء الله، فين مذهب القدر اللي ذكره النووي في شرح صحيح مسلم وأنا ما حذرتك منه لما كنت تقرأ عليه؟ سكت. قال له والله تقوم شوف هذا صحيح مسلم، وكان على رأسه من الناحية الجنوبية في بيت الشيخ في العوالي الجنوبية الغربية في المكتبة. قال والله لتأتيني به الآن، قم هذا شرح مسلم للنووي. قال دور دور دور. ذاك اليوم هذا القائل لا يزال في الثانوية وحاط من نفسه شيخ الإسلام، بحث 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 وصل إلى الذي يريد. قال له اقرأ، فقرأه. لما قرأه قال الشيخ ربيع والله هكذا، ثم قال يا أسفاه يا ثور البعيد، هذا مذهب أهل السنة، أترى أنه يمر علي مذهب أهل السنة في القدر، مذهب أهل البدعة في القدر وأسكت عليه؟ يا ولدي احرص على وقتك وتعلم. وبعد ذلك تكلم سكت. هذا في 1413. فمن ذلك الحين وهم في هذا الباب سائرون، وجاء عنهم ما جاء مما أخذوا على شيخهم الحداد أو عن شيخهم الحداد محمود الحداد من التزهيد في فتح الباري والتزهيد في شرح النووي على مسلم، وجاءت عباراتهم التي يمكن شرقت وغربت في ذلك الحين وسمعها كثير من إخواننا الذين عايشوا فتنتهم. ثم انتقلت بعد ذلك فتنتهم إلى من انتقلت إليه وشاعت وذاعت، وأصبح لا هم لهم إلا الطعن في كل من خالفهم من العلماء بالإرجاء وأنهم مرجئة مثل هذه الأشياء. ومن أشهر من يحمل هذا الفكر فيما وقفت أنا عليه وأتحدث عما أعلم هذا الشخص الذي أخرج كتاب الحد للدشتي، إثبات الحد للدشتي، وكتاب الرد على المبتدعة لابن البنا، وأخيرا أخرج الإبانة الصغرى لابن بطة في جدة الذي هو عادل حمدان الغامدي. فأنا تتبعت كتابه الأول الدشتي وتتبعت الكتاب الثاني وصلني وهو كتاب ابن البنا، فوجدته والله جاهلا واحد وكاذبا وخائنا، وقد مسكت تعليقه على هذين الكتابين من الجلد إلى الجلد، وحشيت عليه بهذا القلم الأحمر الذي يصحح به، بل كل ما شككت فيه من نقولاته عن ابن تيمية والله تتبعته بنفسي في كتب شيخ الإسلام فوجدته يحذف ما يكون حجة عليه، وحتى لا يتهم يجعل فيه نقاط، لكن لو أثبت الكلام لنقض. وإذا جاء في مكان لا يستطيع أن يتصرف فيه قال فعليك بتعظيم السنة وعليك بالأمر الأول ودع عنك ما جاء بعد. ويريد به كلام شيخ الإسلام في الموضع نفسه. ولو كنت أعلم أني سأتكلم في هذا الباب لجئت بهذين الكتابين معي وأريتكم كتابتي فيه. فالشاهد هذه الطائفة الفرق بينها، ما نقول الفرق بينها وبين العلماء، لأنه لا يجوز أن يجعلوا في كفة مع العلماء في كفة، هذا من الظلم والحيف والجور. هؤلاء ليسوا على طريقة العلماء ولا على طريقة طلاب العلم الذين عرفوا العلم وطلبوه على أصوله، بل هم راكبون طريق الجهل والهوى، وعندهم من الجهل المركب ما لا يعلمه إلا الله، ثم من ابتلي بهم وبمتابعة كتاباتهم ومقالاتهم. فهذا الرجل مرة أخرى أقول كذاب وجدته وخائنا وغاشا ومتطاولا
قولا على العلماء في هذين الكتابين. جاءني بعد ذلك كتاب الإبانة لابن بطة فأنا لم أنظر فيه، ما تتبعته اكتفاء مني بما سبق في كتابين. فهذه النوعية ممن خرج علينا في هذه الآونة ليسوا على طريقة العلماء ولا على طريقة العقلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.